السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا والله. طبعا. ألف مبروك للناجحين كلهم. سنة جديدة ومرحلة جديدة، ربنا يوفقكم يا رب. أنا ميس ابتسام عبد الحميد، خريجة آداب قسم اللغة الإنجليزية، وحاصلة على دبلوم تربوي. طيب. النهاردة احنا هنبدأ مع بعض كورس تأسيس الصوتيات. طيب، الصوتيات دي لكل المراحل مش لمرحلة معينة. تمام، مفيدة جدا انك تعرف، هتخليك تعرف ازاي تقرا من الكلمات البسيطة لحد الكلمات الكبيرة. يا ريت لو فادك الفيديو ده تدعمنا بكومنت ولايك. ما تنساش برضو ان احنا القناة اصلا هينزل عليها فيديوهات شرح لمادة اللغة الانجليزية للمرحلة الاعدادية، وكذلك علوم للمرحلة الاعدادية مع مستر عبد الرحمن السبت. طيب، يلا بينا بقى عشان ما كنتش طولت عليكم. النهارده احنا هناخده تأسيس صوتيات. طيب، الصوتيات لازم نعرف ان احنا عندنا 26 حرف في اللغة الإنجليزية: A B C D E F G إلى آخره. لازم الطالب يبقى عارف الحروف دي ويكون عارف اسمها. طيب، النهارده بقى احنا هناخد ايه؟ احنا هناخد أصوات الحروف دي. طيب، عندنا أول حرف في اللغة الإنجليزية هو ال A. اسمه A. طيب، أول حاجة ده شكله بيتكتب كده على السطر ال A كابيتال. طيب، الاسم ما بين السطرين وشرط كده. طيب، A كابيتال اسمه احنا مش هنستخدم النهارده الاسم، احنا هنستخدم الصوت. حرف الاي بيتنطق بيتنطق زي انت. ا انت. ا انت. يبقى اول حاجه عندي هو حرف الاي بيتنطق بيتنطق ا انت. طيب، انا لو عندي ولد اسمه احمد ما بقولش اي بعد كده حمد، لا بقول احمد. احمد. طيب، لو ملاحظين الحروف الكابيتال بنكتبها فوق، والحروف السمول برضو ليها شكل معين على الايه، على السطر، لازم نبقى ماشي بيه. طيب، تحسين الخط مهم علشان الطالب يبقى خطه مهندم كده، وطبعا ده بتفيده في المراحل اللي فوق. طبعا كورس الصوتيات ده بيبقى ماشي معاه، اللي هو كورس تحسين الخط برضو في اللغه الانجليزيه. طيب، ايه دلوقتي اخدنا حرف الاي. حرف الاي الساوند بتاعه ايه؟ ا. احنا دايما بنقول اي ميكس ساوند اوف ا. ا. ا انت. ا. ا انت. يلا، اول ساوند معانا هو الاي، الساوند بتاعه ا. ان. طيب، حرف الاي ده ممكن نطق او. قال لك ايوه. لو لو حرف الاي ده جه وراه دبل ال، دبل ايه، دبل ال. زي مثلا كلمه طويل، طول، طول. طبعا الكلام ده للمرحله الرابعه، الصف الرابع والخامس الابتدائي اللي فيما فوق. اولى وثانيه وثالثه بقولها لهم كده ايه، شفويا عشان ما يتلخبطوش، يعرفوا بس الساوند الاساسي بتاعه اللي هو انما الاو ده فيما بعد ان شاء الله مع بعض مع الصفوف الاولى. طيب، بيتنطق ايه؟ بيتنطق او لما يجي وراه دبل ال، زي كلمه طول، زي كلمه كول مكالمه، زي كلمه مول، مول، زي كلمه سمول، صغير. طيب، حرف الاي هنا اتنطق كله ايه؟ او او او. يبقى من تاني اختصارا لحرف الاي بيتنطق انت. الصوت الاساسي بتاعه الصوت الاساسي ايه؟ زي كلمه كات، 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 كات. طبعا احنا لما ناخد الحروف الدمج ونيجي ندمج هنعرف ندمج الحروف، بس دلوقتي الساوند بتاعه ايه؟ الساوند بتاعه الساوند بتاعه طيب، بعد كده قلنا ان هو بيتنطق او امتى؟ اللي جوه وراه ايه؟ دبل ال، زي all، tall، call، small، ومول. طيب، تاني حرف معانا هو حرف البي. طيب، حرف البي من الحروف اللي بتتكتب جوه السطر وفوق السطر. طيب، من عند السطر اللي تحت ده نطلع بخط فوق كده. طيب، اول حاجه بنرسم البطن اللي ما بين ايه، السطرين، عشان نسهل على الايه، على الطفل وهو بيكتب. وده التاني بيتكتب كده، يبقى الكابيتال خط كده واقف. طيب، وبي فوق السطر، وبي بطن فوق السطر وبطن جوه ايه، السطر. ده البي كابيتال. طب البي سمول، البي سمول شبهه بس بطن ما بين السطرين بس. طيب، طبعا الطفل في اطفال مش بتجيبها من اول مره، اللي هو الحرف ما بين السطرين او وهكذا. المتابعه والتكرار الكتير هتخلي الطفل يمسك القلم كويس، فبالتالي يعرف يكتب الحروف كويس. طيب، ده البي. البي من الحروف اللي ليها ساوند واحد بس هو ب. ب. ب، زي ب. ب بول. ب. ب بول، بول اللي هي كرة. زي ب. ب بات. ب. ب بات. بات اللي هو الخفاش. تمام، يبقى اختصارا برضه تاني حرف البي ليه ساوند واحد هو ب. هو ب، زي بول وبات. بول وبات. طيب، بعد كده عندنا حرف السي. عندنا حرف السي.
حرف السي الكابيتال كده، والسمول ما بين السطرين برضو. طيب حرف السي من الحروف اللي بتنطق ليه تو ساوند. ليه كام ساوند؟ تو ساوند. طيب التو ساوند ايه هو؟ يا اما بتنطق ساوند بتاع او سي عادي، نطق نطق يلا. طيب امتى بتنطق وامتى بتنطق س؟ الاسهل انا اعرف دي بتنطق سي لما بيجي وراه اي او اي او واي، 3 حروف دول. يعني أنا لو لقيت حرف السي جه وراه اي او اي او واي ننطقه سي، ننطقه ايه؟ سي. ولكن هو في الاغلب بتنطق ايه؟ زي مثلا كلمة كات، ات، كات، عشان جه حرف الاي وراها فتنطق ك. طيب عندنا كلمة قط، يقطع، قط، قط، ك، ات، قط، برضو ده حرف اليو فتنطق ايه؟ ك. طيب تعالى نشوف الكلمة دي مثلا كلمة سيتي، انا نطقت هنا ايه؟ قلت س. ليه؟ لان تاني حرف كان اي. سيتي مدينة. طيب سنتر مثلا، سنتر، برضو حرف السي هنا اتنطق سي لان جوه ايه؟ اي. يبقى من تاني حرف السي له تو ساوند. التو ساوند هو ك او س، ك او س. طيب ك ده في الاغلب اتنطق س امتى؟ لو جوه وراه اي او اي او واي، اي او اي او واي. طيب بعد كده عندنا حرف الدي. حرف الدي من الحروف الغالبة برضو بيتكتب كده على السطر. طيب السمول بتاعته بتبص عليه بطن ما بين السطرين كده وعصايته لفوق كده اهو، ده حرف الدي. من تاني عصاية كبيرة، بطن كبيرة. طيب بعد كده ما بين السطرين وهكذا. حرف الدي الساوند بتاعه د، الصوت بتاعه ايه؟ او الساوند بتاعه د د د. فمثلا اقول كلب، كلب يعني د د، دوج، د د، دوج. بنت اسمها دينا مثلا فاقول د د دينا، د د دينا. تمام. حرف الدي من الحروف السهلة يعني اللي هي ايه؟ الصعبة على الأطفال. طيب بعد كده يبقى عندنا حرف الدي الساوند بتاعه ايه؟ د د د د د د. طيب بعد كده عندنا حرف الاي. حرف ايه؟ الاي. حرف الاي بيتكتب كده على السطر. تمام ماشي. انما السمول بتاعه ما بين السطرين. الاطفال اللي ما بيعرفوش يكتبوا الاي ما بين السطرين كده بقول لهم اكتبوا سي، سي صغيره ما بين السطرين واعملوا لها راس صغيره كده، واحده في واحده هم بيعرفوا يكتبوها ان شاء الله. طيب يبقى من تاني حرف الاي الكابيتال، شرط على السطر وشرط على السطر وشرط فوق السطر. حرف الاي. طيب الاي سمول ما بين السطرين. طيب الساوند بتاع الاي ايه هو؟ اه اه، بيتنطق اه، بيتنطق ايه؟ اه. مفيش اي رياكشن بيحصل في وشي، ولا بحرك بقي ولا بحرك عيني ولا اي حاجه، بقي بيبقى ثابت. بنقول اه، بقول ايه؟ اه. لان في فرق ما بين الايه بتاعه الاي، انا بفتح بقي وانا بقولها. فخلي بالكم حرف الاي بقول الساوند اه 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 من غير ما احرك اي حاجه في وشي، تعبير وشي اه اه. تمام. طيب حرف الاي بتنطق ايه؟ اه، زي كلمه اج، اه اه، اج، اه اه، elephant، اه اه، elephant. طيب حتى لو جت في نص الكلمة زي اه اه بد، اه اه بد، فأنا لما باجي أجزأها بقول ايه؟ ب اه د، بد، بد. ده طبعا الدمج هناخدوه واحدة واحدة برضه مع الأطفال. هو مطلوب منهم بس يعرفوا أصوات الحروف في المرحلة دي. لما نبدأ ناخد الحروف المتحركة الفاولز ونبدأ ناخد الدمج هناخدها واحدة ايه؟ واحدة واحدة مع بعض. طيب ده كده حرف الاي. طيب بعد كده عندنا حرف ايه؟ حرف الاف في الآخر. حرف الاف ده آخر حرف معانا النهاردة. حرف ايه؟ الاف. حرف الاف الكابيتال بتاعه بيتكتب كده. تمام. طب السمول بتاعه كده اهو. طيب حرف الاف بتنطق كأننا بطفي شمعة، زي فان، فان، زي فد، فد يطعم، زي مثلا فش، فش سمكة. تمام. واحدة واحدة برضو الطالب هيعرف يكتب الحروف على السطر ويعرف الأصوات بتاعت الحروف. دي كانت الأصوات اللي احنا أخدناها النهاردة مع أغلب الطلاب. طيب
من تاني اذكركم مع بعض الاصوات بتاعه الحروف. احنا عندنا حرف ال A for apple بيتنطق 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 المامز تسمع الفيديو وتكرره مع الطالب واحده واحده، عشان الاصوات دي هتفيدنا في الاخر، وهي دي المفتاح علشان يعرف يقرا انجلش صح. طيب احنا قلنا الاي الساوند بتاعه ايه؟ قلنا ايه؟ او او لو جه وراها دبل ال. بعد كده عندنا البي الساوند بتاعه ب ب ب زي بول او بات اللي هو خفاش. بعد كده عندنا حرف السي، قلنا حرف السي بيتنطق تو ساوند زي ك او س، ك او س، ك في اغلب الاسماء في اغلب الكلمات، انما س لو جه وراه اي او اي او واي، اي او اي او واي. بعد كده عندنا حرف الدي، قلنا حرف الدي بيتنطق بيتنطق زي دوج، زي دام، زي بنت اسمها دينا. حرف الاي بقى بيتنطق بيتنطق ايه؟ طيب زي اد elephant او بد. اخر حرف كان معانا هو حرف الاف، زي كلمه بتنطق ايه؟ الساوند بتاعه زي فان، زي فد، زي فش. طيب اخر معلومه معانا بقى، هي عندنا حاجه اسمها ماجيك ايه. عندنا حاجه اسمها ايه؟ ماجيك ايه. ودي بصراحه يعني انا متعمده ان انا متعمده اخليها في الاخر كده، علشان يعني كمعلومه اثريه دلوقتي مش هنحتاجها دلوقتي، بس خليه يبقى عارفها الطالب، يعني تبقى مرت عليه. ايه هي ماجيك ايه؟ ماجيك ايه دي انها بتيجي في اخر الكلمه، زي كلمه زي الثلاث كلمات دول. انا عندي حرف الاي في الاخر اهو، تكتب ولا تنطق. طب انا دلوقتي ايه لازمتها ان انا كتبتها بس ما مش بنطقها؟ يتخلي الحرف ده يتنطق باسمه. هو ده اسمه ايه؟ اسمه ايه. فدلوقتي ما بقولش باك، انا بقول ايه؟ بيك، تيك. بقول هنا تيك ميك. بنطق الحرف ده باسمه مش بالساوند. امتى؟ لو في الاخر هنا لو في الاخر هنا ايه. يبقى دي الماجيك بتخلي الحرف بتيجي في الاخر ما بتتنطقش، لكن بتخلي الحرف المتحرك يتنطق باسمه. يتنطق باسمه. فانا قلت ما قلتش باك، قلت بيك، تيك، ميك. دي معلومة بس يعرفوها دلوقتي. لما ناخد اللونج فاولز ان شاء الله هنعود ليها تاني، بس عشان طلب تبقى مرت عليه قبل كده. وكده نكون انتهينا من اول حصة تأسيس مع بعض. كانت معاكم مس سنة عبد الحميد. لو عجبكم الفيديو واستفدتم يا ريت تدعمونا بلايك وكومنت. ما تنساش تبادلوا الفيديو لكل اصحابكم كل اخواتكم الصغيرين. بفكركم برضو ان القناة ان شاء الله هينزل على الفترة دي شرح لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية مع مستر عبد الرحمن، وإن شاء الله هشرح عليها إنجليش للمرحلة الإعدادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.